خبر عاجل: قضية إبستين تعود للواجهة. قبل المتابعة، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واضغطوا إعجاباً وشاركوا الفيديو ليصل الخبر دون تعتيم. كشفت وثائق رسمية أن تسجيلات كاميرات المراقبة من زنزانة جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية تحتوي على نحو 2:53 ثانية مفقودة، مع وجود مؤشرات على تعديل الفيديو رغم تقديمه على أنه تسجيل خام. الوزارة كانت قد أكدت أن وفاة إبستين عام 2019 ناتجة عن انتحار شنقاً، إلا أن الحكم أثار جدلاً واسعاً وعارضه عدد من خبراء الطب الشرعي. القضية تعود إلى إدانته عام 2008 بجرائم استغلال قاصر ضمن صفقة إقرار بالذنب مثيرة للجدل، قبل إعادة اعتقاله عام 2019 بتهم فيدرالية تتعلق بالإتجار الجنسي بالقاصرين. الكشف الأخير أعاد إشعال الشكوك حول ملابسات الوفاة، وأعاد ملف شبكة علاقاته الواسعة مع شخصيات سياسية واقتصادية بارزة إلى الواجهة. إذا كنت مع كشف الحقيقة كاملة، اضغط إعجاباً الآن. شارك الفيديو، فالصمت لا يخدم العدالة. اكتب رأيك في التعليقات وتابع الصفحة لأن التطورات القادمة أخطر.